اهلا وسهلا، السلام عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم بزاف بزاف البنات اللي دخلوا عندي البارحه الواتساب. شكرا لكم على الحب ديالكم وعلى خطكم عليا. شكرا بزاف، وشكرا على التعاليق ديالكم، على لي لايك. كنشكركم بزاف بزاف. وبالنسبه للبنات بغاو يعني الثمن ديال دخلوا عندي الواتساب، بغاو الثمن ديال بسطيله ديال الحوت، ديال شلاضه بحال هادي، بسطيله ديال الدجاج. المهم البنات بحال هاد شلاضه هادي كنحسبها البنات ب 600 درهم، وبالنسبه للبسطيله ديال الحوت ب 700 درهم. يعني واللي بغى البلا هذا وهذا كنحسبو ب 1400 درهم. يعني كنحسب البلا ابتداء من 4 ديال الطوابل البنات. وبالنسبه عاوتاني وحتى اللي بغات توصيل كما تنقول لكم، راه التوصيل كاين حتى لباب الدار. اللي عندها كبغات شي مناسبه ولا شي حاجه، راه كنوصل البنات حتى لباب الدار. مرحبا والف مرحبا. كيمشي مونبالي بحال هكا، وهانتوما كما كتشوفوا هنا البساطل هادو ديال الدجاج. اللي بغاهم مرحبا بهم. وانا البنات غادي نشارك معاكم واحد الطريقه ديال المفنن باللوز. هذه البنات الكعبه المفنده تنقولوا له هنايا المفنن الرباطي. هو هذا البنات كيكون هكا غير بالعقده والمسكه حره والزهر. كتجي الحلوه واعره زوينه، راه مشهورين بها صحاب الرباط. يعني هاد الحلوه هادي كتجي غزاله، يعني غير باللوز. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي معلكه زوينه يا البنات. وبالنسبه للثمن ديالها البنات 150 درهم باش كنخرج هاد الحلوه هذه. كنخرجها 150 درهم البنات الكيلو. وهنايا الكعيبات هنايا بالسنجله الابيض حتى هما 150 درهم الكيلو، لان ما فيهم حتى شي، ما فيهمش العجينه البنات، هما غير اللوز. وهنايا الكعبه باللوز ايفيلي حتى هي 150 درهم كنخرجها الكيلو. كتجي البنات زوينه معلكه. وهنايا غادي ندوز معاكم هنايا الطريقه. بالنسبه للوز البنات، خديت يعني اللوز طحنتو مع نصف ديال الكميه ديالو ديال السكر، ودرت معاه ما زهر البنات. يعني طحنتو عند العطار، درت معاه ما زهر ومسكه حره، وخدمته مزيان تتعلك ليا بهاد الطريقه كما كتشوفوا. هنايا كندوز ندير الكويرات ديالي. هنا فيهم 18 غرام البنات. كنمرمدهم بحال هكايا في اللوز ايفيلي كما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. انا كان عندي واحد الكوموند فيه كيلو من المفنن، وكيلو من هاد الكعبه هذه ديال اللوز ايفيلي والزنجله الابيض. هنايا كما كتشوفوا كيجي بحال هكا. كنبقاو نلصقو هكا اللوز ايفيلي صافي، كنستمروا بحال هكايا. يعني راه ساهله، حلوه ساهله بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت، بغات هكا دير حليوات العيد وداكشي ما عندهاش الوقت، يعني باش غادي تبقى تعجن العجينه ولا هذا. يعني الطريقه ساهله واي واحد غادي يعرف ليها. وكتجي حتى بالنسبه للمفنن ديال السكر كلاصي، يعني كيجي لذيذ، كتجي في واحد المذاق زوين. صافي هي هادي البنات. ولا كنديرهم في اللاطه. وهنايا كندوز الكعيبه ديال المفنن البنات، كندير على شكل يعني هكايا بحال هكا البنات على شكل بوده، وكنخليها بحال هكا صافي. وكنديرها كطيب، يمكن ندير لها الابيض حتى شي حاجه كنطيبها بهاد الطريقه هذه. هانتوما كما كتشوفوا يعني راه الطريقه ساهله، والحلوه يعني مطلوبه وكيبغيوها الكليانات. كتجي زوينه. وتحيه كبيره لاختي منيره، كتحماق على هاد الحلوه هذه، كتموت عليها، كتقول لك يعني كتحماق على ليلى الام ديالها. بالنسبه هنايا لهاد الخليطه البنات، راه هنايا كاين غير مايزينا وما زهر وشويه ديال المسكه حره، درتهم شويه فوق البوطه حتى تغلاو صافي. وكنمسح بيهم هذيك الكعيبه كما كتشوفوا هانتوما. شوفوا الطياب ديالها كيفاش كيكون، يعني كطيب هكا، كتشد داك اللون ديالها يعني راها طايبه البنات.
وفي نفس الوقت ما خصهاش تجي عاوتاني ما طيبش بزاف باش ما تجيكمش قاصحه، خصها تبقى معلكه. صافي هنايا غير كنمسحها بهذا الخليط هذا وكندوزها البنات في السكر كلاصي سبيسيال. ضروري يكون السكر كلاصي سبيسيال كما كتشوفوا نتوما، كنمسحها غير شويه هكا صافي هنايا وكندوزها في سكر كلاصي سبيسيال. انا كنصور غير بواحد اليد، شاده التليفون بواحد اليد وكنصور بواحد اليد صافي. كتبقاو تمرمدوا فيها هكا مزيان، وفي التالي كتحيدوا لي داك السكر كلاصي الزايد. هانتوما كيما شفتوا كتجي بنينه مع ديك المسكه حره ومع ديك الزهر ديال بالعامري، كتجي فيها واحد البنه رائعه. جربوها البنات وردوا عليا الخبر، يعني كتجي زوينه وحتى الكليانات غادي تعجبهم. صافي البنات هذه هي الحلوه ديالي كما شفتوا. نتمنى البنات تعجبكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.